بتدور على الحقيقة ولا بتخدع نفسك؟ في طريقتين للتفكير بيستخدمهم الإنسان سواء في التفكير أو في البحث. الطريقة الأولانية هتوصلك للحقيقة، إنما الطريقة التانية غالبا هتخدعك، هي هتريحك نفسيا لكن غالبا هتكون النتيجة خادعة. تعال نفرق بين الطريقتين. نبدأ من الطريقة التانية المخادعة عشان الطريقة الأولانية أهم. الطريقة التانية بتقول إن أنت بيكون عندك قبل ما بتخش تسأل في موضوع أو تفكر فيه أو تبحث عنه، بتكون داخل بنتيجة مسبقة. يعني أنا من الأول متأكد إنه النتيجة هي كذا، وبتبدأ تدور على الأدلة والبراهين اللي تأكد لك إنه النتيجة دي صح. غالبا هتلاقي الأدلة والإثباتات اللي تثبت لك إنه النتيجة اللي أنت كنت داخل بيها أصلا صح، وهترتاح نفسيا وتبقى مطمن، لكن هي نتيجة مخادعة مش دي الحقيقة. انما الطريقه بقى الاولانيه اللي هتوصلك للحقيقه ان انت بتخش من الاول وانت مش مستني نتيجه معينه، انت بتدور وبس، انت بتبحث وبس، وبعدين النتيجه تيجي زي ما تيجي. هل ممكن ان احنا كلنا نخش نبحث في اي موضوع او نسال عن اي موضوع او نفكر في اي حاجه نكون داخلين من غير نتائج مسبقه او يعني نتائج متوقعينها؟ ده صعب، يعني كلنا بيبقى عندنا نتائج متوقعينها، لكن ممكن تخش بالنتيجه اللي انت متوقعها ديت هي في دماغك تكون مجرد فرضيه، يعني احتمال تكون صح واحتمال تكون غلط، ولازم تحط لها من الاول كده انت مقتنع بيها بنسبه كام في الميه. يعني ما ينفعش تخش تقول وانا متاكد ويقين 100% انه الموضوع اللي انا هفكر فيه او هسال عنه ده صح. كده انت مش هتوصل لنتيجه، انت كده مش بتدور، انت كده مجرد بتدافع عن افكارك وعن ذاتك وعن ماضيك اللي انت بقالك كام سنه او كام شويه وقت مقتنع بيه. لكن لو انت داخل وانت مقتنع بالموضوع، داخل بتسال او بتدور وانت مقتنع ان الموضوع دوت هو مجرد فرضيه او احتمال ان هو صح 90 60 80%، فماشي مع البحث ممكن النتيجه دي تزيد او تقل. ولو عندك فرضيه شبه كده او حاجه انت مصدق فيها، حاجه سواء في البيزنس، في السياسه، في الكوره، في اعتقادك، في فكره اجتماعيه انت مؤمن بيها، تسال نفسك سؤال: ايه الدليل اللي لو ظهر يخليني اتراجع عن الفكره دي؟ وانت داخل الفكره وعندك الدليل ده ان الاحتماليه ديت ان انا هغير فكرتي او هتراجع عن فكرتي لما يحصل الشيء دوت، بالتالي انت كده صادق ومحايد مع نفسك وعاوز تعرف الحقيقه او توصل للنتيجه المظبوطه من غير ما تكون متخدع نفسك. زي ما قلنا، لا سواء في علاقات انسانيه او في بيزنس او في فكره او فلسفه او سياسه او موقف سياسي او اجتماعي الى اخره. كمان في نقطه مهمه جدا تعملها وانت بتفكر بينك وبين نفسك او انت بتبحث، ما يعني تدور طول الوقت زي ما بتدور على ايه اللي يثبت فكرتك، انت ممكن كمان تحط الادله القويه اللي ضدك، الحاجات اللي بتثبت عكس فكرتك، حطهم قدام بعض وما تستسهلش وما تجيبش الحاجات السهله او الحاجات اللي انت تقدر ترد عليها بسهوله وتحطها في المقياس بتاعك. لا، انت تجيب اقوى الادله اللي ضدك وحطها معاك، تحطها في الحسبان، تراجع من هنا لهنا. والله عرفت الحقيقه، طلع الحقيقه عكس رايك، يبقى كويس وانت ما مشيتش في مشوار غلط. طلع رأيك كان صح وفكرتك كان صح، خير وبركة. لكن في الأول الأهم، المعيار المهم ان انت ما تكونش تكون داخل بتدور على الحقيقة وعلى النتيجة الحقيقية، مش يكون عندك هدف معين ورايح عاوز توصل. في جملة بتتقال كتير على الفيس بالذات من بعد أحداث 25 يناير 2011 وما بعدها، الجملة بتقول الثابت على المبدأ. الثابت على المبدأ يعني أنه مبدأ البحث عن الحقيقة، مبدأ الموقف الصح، ولا مبدأ الموقف بعينه؟ انت لو قعدت سنة 2 3 10 ثابت عند نفس الموقف ورأيك هو نفس الرأي، انت كده مجرد روبوت. انت المفروض لازم تكون الأحداث والمستجدات والأمور اللي بتطرأ عليك بتغيرك وتغير من أفكارك. ما أنا مش هقف في نفس، سواء بقى أأيد الفكرة أكتر أو أعرضها أو أبقى في النص أو أعمل فكرة مختلفة. يعني أنا شخصيا لما بفتح الميموريز بتاعي على السوشيال ميديا والاقي نفسي من 2 3 سنين كاتب بوست انا لسه موافق عليه 100% زي ما هو النهارده، يبقى انا عندي حاجه غلط في النقطه دي. ازاي عدى عليا كل السنين ديت وانا ما اتغيرتش، ما حصلش، ما طرقش عندي اضافه في مخي؟ يعني سواء انا الفكره ديت لغيتها، عدلتها، طورتها، قللت منها. لازم مع الزمن الانسان يتغير ويتعدل، ولازم يدور طول الوقت على الحقيقه. انت بتفكر في اي موضوع لازم تفكيرك يبقى بطريقه الكشافه اللي طلع يستطلع ويعرف لنا الامور الناحيه التانيه عامله ازاي. ما تبقاش زي الجندي اللي قاعد بينفذ الاوامر او بيدافع عن موقفه. يعني شخصيه الجندي بيدافع عن موقفه بس ايا كانت ايه الظروف، انما الكشافه بيبقى رايح مش عنده معلومات سابقه، هو رايح يشوف ايه اللي هيحصل وبعدين النتيجه تطلع زي ما تطلع بقى بيبلغ عنها.
فانت لازم تكون كده، ما تبقاش المحامي عن افكارك ولا المدافع عنها، انت تبقى تاخد في موقف القاضي كده، ان انت بتحكم على الامور وبتدرسها وبتراجعها، والموضوع يا يطلع صح يا يطلع غلط، يا يطلع في النص يطلع فكرة تانية، وزي ما الامور تيجي. كنت بتناقش مرة مع صديق عن حاجة تخص التاريخ المصري القديم، فبقول له انت كده متبني فكرة هي مريحاك نفسيا لكن هي ملهاش مصدر تاريخي ولا واقعي. قال لي مظبوط، هو الفكرة مريحاني نفسيا فانا هتبنيها وخلاص. ده كلنا بنعمل ده احيانا، انا موافق انك تعمله لما يكون في حاجة مش مهمة، ما تكون بتشجع النادي الاهلي، نادي الزمالك، غزل المحله، انت حر، دي مش حاجه يعني مش حاجه لازم ندور عليها حقيقه، دي حاجه عاطفيه شويه. لكن لو هتتكلم عن انتماءات سياسيه، ايديولوجيه، دينيه، اجتماعيه، علاقات انسانيه، بيزنس، لازم تكون بتفكر في الموضوع بشكل منطقي وحيادي بينك وبين نفسك. ما تروحش تركن للنتيجه اللي مريحاك نفسيا. فنصيحتي ليك انك بدل ما تكون متبني طريقة التفكير اللي تؤدي الى الخداع، هتريحك نفسيا بس هتخدعك، اتبنى طريقة التفكير اللي توصلك للحقيقة. انا عارف انه احيانا مش هنوصل للحقيقة بسرعة، ممكن ما نوصل لهاش اصلا، لكن على الاقل مش هنكون مخدوعين.